السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض شوربة العدس الجميلة. تنفع خالص في وقت الشتاء، تدفي وفي نفس الوقت قيمتها الغذائية عالية. عندي مقدار من العدس وده حسب رغبتك وحسب أفراد أسرتك. نقيته كويس وبعد كده غسلته كويس جدا وسبته يتصفى. حاطة هنا عندي مية على النار، هضيف عليها العدس بتاعي على المية دي. هنا يا جماعة جهزت عندي جزرتين متقطعين تقطيع عشوائي، وطماطماية كبيرة، وبصلاية صغيرة، وبصلاية تانية صغيرة خضرة. يعني عندي نوعين من البصل، بصل عادي اللي هو البصل الأحمر واحدة صغيرة، وبصلة خضرة برضو صغيرة. وكل الكلام ده هقطعه تقطيع عشوائي وهضيفه عندي على العدس والميه وهسيبه. هنا العدس بتاعي يا جماعه بدأ يغلي، وضفت عليه فصين من الثوم صحيح او مفروم مش هيفرق. هبدأ هنا هغطي عليه الحله واسيبه، بس من كل 5 دقايق كده همد ايديا عشان الخضار والعدس ما يلزقش ويتحرق في قاع الحله من تحت. هسيبه عندي لغايه ما كل الخضار والعدس يطيبوا مع بعض. حوالي 7 دقايق من غليان العدس، لان الخضار كده بدأ يدخل في السوى. هبدأ هضيف عندي بطاطسايه مقطعاها كبير زي ما احنا شايفين، وحوالي 3 اعواد من الكزبره الخضراء، لان البطاطس ما حطيتهاش في الاول لان هي اكتر حاجه ما بتحتاجش سوى كتير. فهضيفهم دلوقتي على العدس وهغطي عليه واسيبه يكمل نضجه. اثناء ما العدس بتاعي بينضج او يطيب، جبت طاسه عندي وحطيت فيها معلقه من السمنه البلدي، وهضيف عليها بصلايه متوسطه متقطعه حلقات. احمر البصلايه بتاعتي في معلقه سمنه، لان هستخدم البصلايه دي هحطها على العدس بتاعي في الوش. احمر البصلايه دي كويس وهنشيلها واحطها على ورق من المطبخ. ده شكل العدس يا جماعه بعد ما العدس بتاعي المطاب. لمجرد ما اضغط على اي حاجه من الخضار عندي بلاقيها استوت كويس جدا. هبدأ بعد كده اسيب العدس يهدى شويه، وبعد كده اضربه في الخلاط ضرب كويس، بحيث ان كل الخضار وكل المكونات مفيش مكون يبقى ظاهر، يعني كله يختلط مع بعض كويس جدا. ده شكل العدس بتاعي بعد ما ضربته في الخلاط كويس جدا. هبدأ اضيف عليه شويه ميه، وطبعا الميه دي بتعتمد على مدى رغبتك انت في سمك العدس، فدي طبعا على حسب رغبتك. وضفت برضو الملح على حسب الرغبة. وهضيف وهرجعه عندي على النار، وهضيف مكعب من المرق، والمرقة دي انا عاملاها عندي هنا في البيت، هتلاقوها على القناة ان شاء الله. هسيب العدس عندي لغاية مكعب المرق ما يدوب خالص. في اثناء زي ما العدس عندي هيغلي مكعب المرقة يدوب فيه، بمسك السمنة بتاعتي اللي حمرت فيها البصل، بحط فيها ربع معلقة من الكمون وربع معلقة من الفلفل الأسود، وهقلبهم كويس، وهقلب التوابل بتاعتي كويس، وهبدأ أضيفها عندي على العدس بعد ما يغلي. ده شكل العدس بتاعي بعد ما مكعب المرق دفي وهو غلي شوية، وضفت عليه السمنة اللي فيها الفلفل الأسود والكمون، طفيت عليه، قلبته كويس وطفيت عليه، وهبدأ أغرفه عندي في الأطباق وزينه بالبصل اللي أنا محمراه. وده شكل طبق العدس يا جماعة بعد ما غرفته. ريحته حلوة جدا وطعمه جميل، ان شاء الله جربوه ويعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.